عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ هنعمل النهاردة مع بعض طريقة العيش بتاع العيش السوري بتاع الشاورما. هنعمل العيش بس النهاردة. معانا بس 3 كوبايات دقيق، ومعانا مية، ومعانا ذرة ملح صغيرة. هننزل بذرة الملح الصغيرة عليها معلقة يعني صغيرة، ونقلبها. هننزل بالمية واحدة واحدة ونقلب. عشان طبعا الدقيق مش زي بعض. اهم شيء ولا تكون ملمساء قوي، ولا تكون ماسكه قوي، يعني ولا تكون طريه ولا تكون ماسكه قوي. هعجنها، هكمل عجينه وارجع لكم تاني. دلوقتي يا حبايبي اهي اهي، هنخدمها بقى في العجن شويه، لازم كده. نط معانا وحلوه اهي. تبقى ملسه كده. خديمي العجين على قد ما تقدر. هنعجن فيها كده شويه يا حبايبي، ونقوم عاملين ايه بقى؟ نقوم سايبينها ترتاح. هنقرصها الاول. انا هقرصها عامه، انا هقرصها الاول وبعدين اسيبها ترتاح نص ساعه، ونرجع بقى نشتغل فيها. جبنا طبق كده ونقرصها فيه. لازم يبقوا قد بعض بالمقدار كده بعين. نكمله من يا حبايبي. هنغطيه بقى ونحط عليه فوطة، نسيبه بقى يرتاح شوية نص ساعة، ونرجع تاني بقى نعمله مع بعض. هناخد اول واحدة كده معانا يا حبايبي اهي، رشينا شوية دقيق ونعملها كده بالنشابة. ده اول واحد اهوت. نعمل تاني واحد.
طبعا انا مولعه الوقت على حله. حطينا كده ونغطيه. احنا طبعا مش هنحمره يا حبايبي، شوفوا لغايه ما لون العجين بيروح خالص اهو، بيختفي. نقلبته على الناحيه التانية اهو. تعالوا بقى نعمل مع بعض اخر رغيف. متقلقش من القطع ده، عادي بتلم، بلمه تاني وبالدارة كده. نكون عملنا العيش السوري اهو مع بعض، طري اهو لوبيا اهو. تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. ما تنسوش بقى تدعموني وتحطوا لايك وتشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل جديد بإذن الله. هبقى اعمل معاكم برضو حلقة عن العيش السوري، الشاورما بقى طبعا بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.